قانون العمل اتعدل، والحاجات اللي كانت بتمشي لوحدها بقى ليها ضوابط. انا عارف انك سمعت ان قانون العمل اتغير، بس خلينا نسيب العناوين ونمسك اللي بيفرق بجد. اكتر نقطه القانون وقف عندها كانت الفصل. زمان الفصل كان اسهل، قرار وخلصنا. دلوقتي القانون قال لا، الفصل لازم يكون ليه سبب حقيقي ومثبت، ولو مفيش سبب يبقى لازم حكم محكمه. غير كده القانون بيعتبره فصل تعسفي ويترتب عليه التعويض، والتعويض مش رقم عشوائي ولا تقدير شخصي. الحد الادنى شهرين اجر عن كل سنه شغل. ومن هنا نروح لنقطه كانت بتعمل مشاكل اكتر، اسمها استماره 6. القانون غيرها من اساسها، ما بقاش في استقاله على بياض ولا توقيع مسبق. الاستقاله دلوقتي لازم تكون مكتوبه في يوم ترك الشغل فعلا، ومعتمده من مكتب العمل. صاحب الشغل قدامه 10 ايام يرد، ما ردش تتحسب مقبوله، والعامل من حقه يتراجع خلال 10 ايام باجراء رسمي. اما استماره 6 الخاصه بالتامينات فدي ما تتحررش غير بعد انهاء الخدمه بشكل قانوني وصرف كل المستحقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش ورق بيتم استخدامه بعد العلاقه ما تخلص، ولو حصل خلاف القانون ما سابش الموضوع سايب، اتعملت محاكم عماليه متخصصه عشان القضايا تخلص اسرع ومن غير ما تطول سنين. القانون هنا مش بيمشي مع حد ولا ضد حد، هو بس حط قواعد عشان القرار يبقى محسوب. وهقول لك تاني، دقيقه احسن من سنه في المحاكم.